اللي انا بحكيه لك ده كله عشان اوضح لك ان الموضوع مش بسيط ببساطة ان انا لو وقفت بيض وفراخ انا بقيت برنس البرنس. لا، هو الموضوع مش بالبساطة بتاعت البيض والفراخ. هو الفكرة كلها ان في حاجات بتسبب الحساسية، في حاجات بتخلي الجسم بينتج حاجة اسمها انترليوكنز. الانترليوكنز دي مجموعة بتسبب جسم بيرد رد فعل تحسسي مناعي، فبنجري كلنا ويحصل لنا التهابات في الجسم. الالتهابات دي بنقللها ازاي بقى؟ عن طريق ان احنا بنشرب حاجات وبناكل حاجات مع الحاجات اللي بتسبب الالتهابات. يعني مش كل حاجه في حياتنا فيها التهابات، وما ينفعش ان انا اقول كل الاكل هيسبب ما انا لو قعدت فكرت في فكره ان كل الاكل هيسبب لي التهابات ما انا مش هاكل. معلش انا اسف والله انا مش هاكل. ليه؟ لان ده طبيعي، الجسم فيه حاجات. اقول لك على حاجه، انا ممكن اكون وانا بتكلم دلوقتي سبب التهاب. ليه؟ انا متوتر. التوتر في حد ذاته وانا بتكلم والنرفزه والعصبيه تسبب التهابات. ما اتكلمش بقى، نقعد بقى ساكتين يا باشا، ولا ناكل ولا نشرب. فاهمين قصدي؟ ما اللي انا قصدي عليه هنا ايه؟ ان مش الموضوع في البيض والفراخ. انا باكل بيض عادي، انا باكل بيض عادي. انا عامل لنفسي بيض اهو، حلو الكلام، وهاكل بيض ما يخصنيش الكلام اللي بيتقال ان البيض ي... لما اخف البيض يبقى انا كده بقيت. لا معلش، كمية الأحماض الأمينية اللي جسمي محتاجها في البيضة هعوضها منين؟ طيب، كمية الأحماض الأمينية اللي موجودة في الفراخ البيضاء، اللحوم البيضاء، الفراخ عموما بقى، مش قصدي الفراخ البيضاء، مش الفراخ البلدي، مش دي قضيتي دلوقتي. أنا قضيتي إن الأمينو، البروتين اللي بيبقى موجود في الفراخ البيضاء ده هجيبه منين حضرتك؟ الأمينو أسيد اللي هو في اللحوم البيضاء قصدي، مش اللحوم الحمراء. زي برضو اللحوم الحمراء في حاجات فيها مش هلاقيها في اللحوم البيضاء. ما هي الاكل كله تكاملي حضرتك، الاكل كله تكاملي. وعايز اقول لك ان الاساس اساسا عندك هنا في دماغك. انت نفسك لازم تكون في دماغك في حياتك اهدى وتقلل توترك. الالتهابات دي في حاجات كتير جدا بتسبب التهابات. وعلى فكره الالتهابات دي في حد ذاتها هي رد فعل للجسم. يعني الجسم بيحاول يحمي، لقى حاجة غريبة داخل عليه بيخش يجري عليها يمسكها فأساسا ده رد فعل طبيعي، يعني مش حاجة وحشة. بس الفكرة كلها في تكرار الالتهابات من غير ما أكل ألياف. مستحيل. سلطة لازم تاكل سلطة. هتقول لي لا، أنا هقطع كل الخضروات. أيوه أيوه أيوه، أنا هقول لك على حاجة. حضرتك عارف إن الخضار اللي إحنا بنجيبه ده المفروض بنغسله كويس جدا في صابون كده بتاع الخضار. يعني لازم ليه؟ علشان بيبقى متراكم عليه بعض الحاجات المتبقية من الأسمدة والمبيدات. وعايز أقول لك إن حتى الآفات اللي من غير بقى لا أسمدة ولا مبيدات ولا بتاع، الآفات في بارازايتس بتبقى موجودة على الفاكهة من بره والخضار من بره. عشان كده لازم نغسلها كويس، ولازم يعني مش غسيل مجرد بس تحت المية، لا ندعكها كويس. وفي محلات بتلاقيها بتبيع الصابون بتاع الخضار. وفي حاجة تانية الناس تانية تقول لك على فكرة أصلا بواقي الصابون ده مسببات سرطان. فالقصة اللي أنت متخيلها وإن أنا مجرد ما همنع نوع أكل معين أنا بقيت كويس، لا يا فندم. لا، الموضوع موضوع نظام حياة كامل معتدل. ما بقاش ماسك حاجة وسايب بقية الحاجات. لازم يكون نظام حياتي معتدل. اه، بشرب قهوة باعتدال مرة اتنين، والفترة الصباحية ما اشربهاش بالليل. اشرب ينسون اهدي. خد بالك اليانسون ده بيقلل الالتهابات في الجسم. لازم اكون مش اشرب ميه كتير علشان اخلي جسمي يقدر يبقى عنده طريقه للتخلص من السموم. ده طبيعي، انا عايش في حياه اساسا فيها سموم، في دخان وفي بتاع، لازم اتخلص منها. لكن هي الفكره مش في ان انا امنع بيض وفراخ وبس. ماشي.